حبيت صوركم كيف أنا بحتفظ بالكرفس. هلأ الأسعار مناسبة للكرفس، بعد شوي بتلاقوا أسعاره صارت مرتفعة. هيدي الأعواد دايما منلاقي الغصون والأعواد فيها كميتها راهية وكبيرة، بس الورق فيه قليل، وأحيانا بتلاقوه بأماكن بتكون أسعاره بالكيلو مرتفعة. فكيف أنا بحتفظ أو إنه أنا بعمل الكمية مضاعفة وبأسعار كتير مناسبة؟ بخلط معه هيدا الكرفس اللي بيكون شبه البقدونس بس كرفس. اشتريت تقريبا كيلو ونص من أعواد الكرفس بهيدي الطريقة، واشتريت شي تقريبا 30 ضمة من الكرفس اللي بيكون شبه البقدونس. أنا عم جمع منهم كميات. هلأ نازل الكرفس بتلاقوه بالسوق وبالشبرة بأسعار كتير مناسبة ومش غالي أبدا، فبشتغل عليهم إني جمدهم وإني نشفهم. أعواد الكرفس وهيدا الكرفس كمان اللي شبه البقدونس بتكون ورقه كتير، بس الغصون بهيدا النوع من الكرفس احنا بنقوله كرفس بلدي. هيدا الكرفس اللي شبه البقدونس بتكون كميتها قليلة، الورق كتير كميته فيه مثل البقدونس والكزبرة، والغصون أقل. فرمتهم وغسلتهم وصفيتهم بمصفية. هلأ الكرفس اللي بتكون غصونه أكتر وورقه قليل وأحيانا بتكون أسعاره مرتفعة ومش دايما بتوفر بكميات وأسعار مناسبة، هلأ موجود وهلأ موسم وسعره مناسب تشتروه. استفيدوا منه، جمدوه أو إنكم أنتوا نشفوه. فرمتم بمحضر الطعام فرم كتير ناعم عشان ادمجهم مع الورق، وهيك بتكون عندي كمية كرفس بتكفيني أشهر. بعد ما فرمت الكرفس الأعواد فرم كتير ناعم بمحضر الطعام، وفرمنا الكرفس اللي شبه البقدونس بالسكين وغسلناهن وجهزناهن، هلأ بنخلطهم سوا. فهيك أنا حصلت على كمية كرفس بأسعار كتير مش مرتفعة أبدا، مناسبة جدا، وعندي كرفس بكفيني 6 شهور. شايفين كيف خلطناهن؟ إضافة أنا بعملها وبستفيد منها جدا. أنا كتير بستخدم عندي بذر الكرفس. لو عرفتوا قيمة بذر الكرفس للجسم ما بتستغنوا عنه أبدا. وكمان معلقة صغيرة من بذر الكرفس المطحون بتعادل طعم كيلو. لو انتوا ما عندكم كرفس وجبتي بذر الكرفس، معلقة صغيرة منه مطحونة لبودرة الكرفس بتعادل كيلو من الكرفس. خلطتهم سوا. ليش يا ام طلال ضفتيه؟ بيعزز الريحة والنكهة. لما تفتح الكيس كأنك هلأ فرمتيهم. حطينا بذر الكرفس البودرة، وأنا كتير بستخدم بذور خضروات بطحنها وبعملها ببعض الإضافات لبهاراتي وبشغلي وببعض المنتجات. خلطتهم بذر الكرفس البودرة، خلطت الغصون اللي فرمتها كتير ناعمة، كمية قليلة من الغصون كمية كبيرة من الورق. حصلت على نسبة كرفس عندي بالأكياس، حطيناهن وسكرناهن، وهلأ بتلجهم بتكفيني 6 شهور وبأسعار كتير قليلة ومناسبة. فهيك انتم كل الفكرة من الفيديو كيف تضاعفوا كمية الكرفس وتستغلوا موسمه وتجمدوه وبأسعار كتير مناسبة لإلكن، أبدا منه مرتفع. وحطيناهم بالفريزر، بس بدي بطلع منهم حاجتي بالشوربات بالتتبيلات حسب الاستخدام اللي أنا بدي إياه، والباقي عم بعمل نفس الطريقة وعم بفرضن على صواني وعم نشفهم. بينشفوا عنكم ب3 4 أيام حتى لو بالبيت. قلبوهم كل شوي بتجففوا، وبطحنهم شوي هيك خشنين، وبستخدمهم كمان مجففين. فهيدي الطريقة يلي أنا بستغل فيها موسم الكرفس، وبحضر كميات تكفيني أشهر مفرزين أو مجففين.